جملة مهمة في الكتاب ده ساعدتني في التفكير جدا وأنا بفكر في سكريبت الحلقة دي: المستقبل لا يفرض بالقوة بل يقبل لأنه مريح. يعني هو مش محتاج يأمرك، هو بس محتاج يوجهك توجيه معين، وده اللي بيحصل فعلا. التحكم مش في إنه يقولك تعمل إيه بالظبط، لكن إنك تكون مرتاح وإنت بتعمل اللي بتعمله. سؤال تاني كمان بيطرحه وخليني أفكر فيه معاك: هل التليفون اللي في إيد حضرتك أو في جيب حضرتك أذكى ولا انت الاذكى؟ ولو هتتهم الخوارزميات بان هي بتراقبك وبتعرف توجهاتك، فالموضوع مش كده. الموضوع ان هو زرع فيك غريزة التعود، ومن تعودك على حاجات معينة مشيت على السيناريو اللي هو عامله لك، واصبحت الخوارزميات قادرة ان هي تدي لحضرتك اختيارات افضل بكتير من اللي انت هتختارها من غيرها. ودي خطوة من خطوات فقدان السيطرة. مش انت اللي بتختار، بس انت فاكر نفسك اللي بتختار. والحقيقة انه بيزرع فيك مفهوم غريب جدا: انت ما تستاهلش ان انت تحكم، انت لازم تتحكم. كتاب بيقول ان اللي بيملك البيانات في الحقيقة هو بيملكك بشكل شخصي، وبيعرف اختياراتك واهتماماتك وبيوجهك من خلالها. وان التكنولوجيا والادوات الرقمية اللي بقت حوالينا غيرت فينا حاجة غريبة جدا: طريقة صبرنا. احنا لسه بنصبر، بس طريقة الصبر نفسها اتغيرت. والكتاب بيطرح فكرة غريبة جدا عن غياب الرقابة وليس فرض الرقابة. كلنا عارفين ان احنا مراقبين تقريبا بالتليفونات اللي في ايدينا، هي اللي بتقدم لنا خوارزميات بتحلل لنا شخصياتنا. لكن الحقيقة ان الكتاب بيقول ان غياب هذه الرقابة بالنسبة لنا احنا البشر هو اللي بقى شيء يخض ويخوف. وده اللي هيخليني اطرح معاك السؤال الاكبر اللي هنحاول سوا نشترك في اجابته في الحلقة دي: هل ده نتيجة تطور طبيعي لوجود تكنولوجيا وادوات رقمية في حياتنا، ولا هو الانسان اللي فعلا عنده صيغة تنازل دايما موجودة في حياته وبيستسلم بدري؟ لو حضرتك مهتم تعرف تفاصيل كتاب 2025، هو اسمه كده 2025. الكتاب ده تم اصداره سنة 1997، من فوق 25 سنة. وبالمناسبة الثلاث اشخاص اللي اشتركوا في كتابة الكتاب ده هم مش روائيين، هي ناس بتستخدم اتجاهات تكنولوجية وتقديرات اقتصادية، وكمان بتحط سيناريوهات محتملة. وتقريبا اللي كتبوه سنة 97 معظمه حصل، لكن في جزء لسه ما حصلش، وده اللي هنكمل تفاصيله في الجزء المتبقي من الحلقة دي.